You can go in it. Just don't drop your sandwich in it, will you? Right. I said don't. شايفين الفيديو ده لما الأب طلب من بنته إن هي ما ترميش الساندوتش فقامت رمياه؟ فاكرين قبل كده لما أنا نزلت لكم فيديو برضو الأم طلبت من ابنها إن هو ما يرميش العصير وقام رميه؟ معظمكم قال الولد ده محتاج تربية، الولد ده محتاج يتعاقب. أنا جاي أقول لكم كلام مختلف. الطفل اللي أقل من 5 سنين ما بيفهمش فعال بالنيجاتيف. يعني إيه؟ يعني لو انت امرت الطفل بامر فيه نفي الطفل مش هيفهمه، لان المخ ما بيقدرش يتعرف الا على الفعل. يعني لو انت قلتي لابنك ما تجريش هيجري، ما ترميش حاجه هيرميها. علشان كده البنت لما باباها قال لها ما ترميش الساندوتش قامت رمياه في الميه. طب ايه السبب العلمي ورا الموضوع ده؟ الطفل اللي اقل من 5 سنين مخه بيبقى لسه في طور النمو والتطور، فبيبقى لسه ما بيقدرش يتعرف على الافعال المعقده. هو الاول بيتعرف على الفعل، لسه ما قدرش ان هو يتعرف على النفي بتاعه، لان الفهم المنطقي والتحليل في مخهم لسه ما اتطورش. فتلاقي الطفل لسه ما بيقدرش يحلل الامور اللي قدامه. المخ بيخزن الافعال كصور ذهنيه. يعني مثلا لما تقولي لطفلك ما تلعبش بالبالونه مثلا، هتلاقيه قام يلعب بالبالونه. ليه؟ لان هو متخزن الفعل ان هو يلعب بالبالونه دي في ذهنه، بس النفي بتاعه لسه ما الطفل ما يقدرش يفهم. وهنا الطفل ما بيتعمدش العناد، هو مش فاهم الطريقه السلبيه في الاوامر. يعني بدل ما تقولي له زي الفيديو ده ما ترميش الساندوتش، كان ممكن يقول لها مثلا كلي الساندوتش الاول بعد كده خليكي تلعبي في الميه. في الحالتين الفعل مش منفي، فالبنت ممكن تفهم. طيب بالنسبة للعصير مثلا امشي بالراحة، مش ما تقوليش ما تجريش او ما تلعبش، قولي امشي بالراحة، العب بالراحة، حط الكوباية بالراحة على الترابيزة. خلي الأوامر بتاعتك دايما مش ما بتبدأش بأداة نفي، لأن الطفل لسه في المرحلة دي مش فاهم أداة النفي. اديله أوامر واضحة بالفعل اللي انت عاوزاه يعمله، مش أوامر بالفعل اللي انت مش عايزاه يعمله. يعني مثلا لقيتي الطفل بيصرخ، بدل ما تقولي له ما تصرخش قولي له اتكلم بصوت هادي. لقيتيه بيتنطط على السرير، بدل ما تقولي له بطل تنطيط على السرير قولي له اقعد على السرير هادي، او ده مكان للنوم، احنا المفروض ننام دلوقتي. خلي الافعال بتاعتك مفهومه بالنسبه للطفل. حاولي تستخدمي جمل مفهومه، يعني ما تقولوش بطل تنطيط على الكنبه وبطل لف في الاوضه، لا قولي له اقعد على الكرسي هادي. خلي الاوامر بتاعتك بسيطه ومش معقده. وما تنسيش تجربي الاوامر الايجابيه وترجعي لي كمان اسبوع تقولي لي حصل فرق ولا لا. ما تنسيش تكتبي لي في الكومنتس حصل معاكي فرق لما بداتي تقولي للطفل اوامر ايجابيه ولا لا، عشان نستفيد من تجربتك.